السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا شيخ. الله يحييك. ممكن يا شيخ نسجل هذا السؤال نصحا لإخواني يا شيخ؟ ايش السؤال قبل تسجل؟ الشيخ السؤال يا شيخ أن بعض الإخوة يا شيخ متأثرين بالشيخ محمد حسان وقوموا بالنصح لهم، فأريد منكم نصيحة لهم يا شيخ. وماذا فيه الشيخ محمد حسان؟ متأثرين بالشيخ محمد حسان. ايش فيه الشيخ محمد حسان؟ والله متكلم فيه أهل العلم يعني الشيخ محمد حسان. من يتكلم فيه؟ عبد المحسن عباد؟ تكلم فيه الشيخ عبيد الجابري ويقول عليه قطبي يا شيخ. اي عبيد الجابري هذا منصب من اهل العلم لهذا الامر، او ان هذا الامر له ولغيره؟ قاموا بسؤال له بعض الأخوة فقال لهم إنه قطبي يا شيخ. على كل حال هذا اجتهاد من الشيخ الله يغفر له، قد يصيب قد يخطئ، انما اخونا الاخ محمد حسان رجل من اهل العلم والفضل، ونحن لا ندعي عصمته ولا ندعي انه لا يخطئ، لكنه بل من اهل السنه ومن المدافعين عن العقيده والسنه، ومن ابرز الدعاة الذين يظهرون في الاعلام دفاعا عن العقيده والسنه، انتفع منهم في مصر وفي الشام وفي غيرها. يعني الشيخ محمد حسان يا شيخ من أهل السنة؟ نعم من اهل السنه، ما ليس عليه مؤاخذات يا شيخ. ما في احد ما عليه مؤاخذات يا اخي. لما أقصد يا شيخ لا يخرج من عقيدة السلف يا شيخ. لكن هذه المؤاخذات لا تخرجه من السنه. لأن يا شيخ يقولون عليه يا شيخ يقولون عليه بأنه إخواني يا شيخ. لا ليس إخوانيا ولا رجل سلفي ودائما لا يذكر من مشايخه إلا الشيخ محمد العثيمين قد درس عليه، ويذكر الشيخ عبد العزيز بن باز، ويذكر الألباني، أبدا لا يستشهد بأحد غير هؤلاء. جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله فيك يا شيخ. حياك الله يا شيخ. مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله.